54 هنبدأ خلاص. احنا كده اتحدد لينا الإطار اللي هنبدأ نعمله للمفرش. من أول السطر ده هنشتغل شغل الإطار. طيب احنا هنا هنبتدي، قفلت بمنزلقة، وهنبتدي التقفيل بقى بتاعنا. سطر 55 أول حاجة هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واجي هشتغل 9 مربعات. انا هنا اول مربع، ادي التاني، ادي 3، ادي 4، 5، 6، وادي 7، 8، 9، اخر واحد معانا هنا هنعمل العمود. يبقى نعدهم تاني، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب هنشتغل ازاي في السلسلة دي؟ اول حاجة هنعملها هنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهنلف الخيط على الابرة لفتين علشان الشغل بتاعي في الجزئية دي هيكون عمود بلفتين. طيب هنيجي هنا نعد السلاسل. احنا معانا 19 سلسلة، هنعد 1 2 3. في رابع سلسلة هندخل فيها في طرفين، ناخد طرفين من السلسلة ونعمل 2 عمود بلفتين. هنلف تاني ونعد 1 2 3، وادي ال4 ودخلت. هنمسك كويس اهو، نطلع من حلقتين حلقتين حلقتين، ادي اول عمود بلفتين. هنلف الخيط على الابرة لفتين، وفي نفس المكان هشتغل تاني عمود بلفتين معانا في نفس المكان. بعديها هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4. هلف الخيط على الابرة لفتين، وهاجي هنا انا عملت في خامس في رابع سلسلة اسفة، انا هسيب بعديها على طول سلسلة والتانية، وهاجي في التالتة وهدخل فيها واعمل عمود بلفتين كمان. هلف الخيط على الابرة لفتين وانزل في نفس المكان اعمل عمود بلفتين. بعديها هشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهلف الخيط على الابرة لفتين، وهاجي هنا اسيب سلسلة واسيب التانية، واجي في تالت سلسلة وهدخل فيها وباخد طرفين من السلسلة، وهشتغل عمود بلفتين. ادي اول واحد، وادي عمود كمان بلفتين في نفس المكان. ده الاطار بتاع الشغل في 19 سلسلة. بعديها هشتغل 1 2 3 4، هلف الخيط على الابرة لفتين، نيجي نمسك الشغل بالراحة، هنسيب سلسلة والتانية، ونيجي في التالتة ناخد طرفين ونشتغل عمود بلفتين. نلف الخيط لفتين تاني ونشتغل عمود كمان بلفتين. يعني انا كل مرة بعمل عمود بلفتين في نفس المكان. هنشتغل 1 2 3 4، الف الخيط على الابرة لفتين، وهاجي هنا اعد 1 2 وادخل في تالت واحدة واشتغل عمود بلفتين، 2 عمود بلفتين في نفس المكان. طيب انا هنا فاضل معايا كام سلسلة؟ معايا دي 1 2 3 زي البداية بالظبط، يبقى انا اشتغلت في 19 سلسلة مظبوط. بعديها هشتغل 1 2 3 4 سلاسل، والف الخيط على الابرة لفة واحدة، عشان انا هنا هشتغل في المربعات. شغل المربعات غير الشغل في السلاسل اللي احنا عملناها. هنلف الخيط لفة واحدة، وهنيجي هنا عند اول عمود ونعمل عمود بلفة، وهبدأ من اول هنا هشتغل 9 مربعات تاني علشان اوصل للسلاسل التانية. يعني هشتغل ادي
ادي اول مربع، وادي التاني، 3 4 عشان أأكد لكم العدد ونشوف الشغل مظبوط. ادي 5 6 دي 7 8 وادي شايفين معايا مربعين، اخر مربعين هشتغل فيهم رقم 9 ومن بعديها هبدأ اشتغل 1 2 3 4 والف الخيط على الابرة لفتين واجي هنا اعد 4 سلاسل وابدأ اشتغل العمود بلفتين. يبقى الشغل كله هو هيكون بنفس الطريقة. هيبقى عندنا 9 مربعات وهنشتغل في ال19 سلسلة. في رابع سلسلة هنشتغل عمود بلفتين بعد ما اشتغلنا هنا 4 سلاسل وننزل بعمود بلفتين في ثالث سلسلة من بعد اول وحدة، وبنكرر لحد ما نيجي هنا ونبدأ ال9 مربعات اسفة تاني، ويكون كده ده السطر كله داير ما يدور. هنشتغل ونرجع ليكم في نهاية السطر. انا هنا خلصت السطر ال55، هبتدي السطر ال56. اول حاجة هنعملها احنا هنا قافلين بمنزلقة علشان في السطر ونبتدي السطر الجديد. علشان نبتدي السطر الجديد لازم هنبتدي من الضلع التاني من المربع او العمود التاني. انا هنا عاملة منزلقة، همشي منزلقات في الاتنين سلسلة كمان. ادي منزلقة وادي التانية، وهاجي هنا في راس العمود وهعمل منزلقة هنا علشان انا عايزة ابدأ اعمل تناقص. يبقى هنشتغل من بداية الضلع التاني. هنعمل ايه؟ هنعمل 1 2 3 4 5 بداية السطر. بعديها هننزل هنا بعمود وهنعمل مربعات. عايزين نعمل 7 مربعات اسفة، عايزين يكون المجموع معانا 7 مربعات. هنشتغل لحد ما يتكون معانا ال7 مربعات. ادي سلسلتين عمود سلسلتين عمود، احنا عرفنا ازاي المربعات بتتعمل خلاص. سلسلتين عمود سلسلتين عمود، هنعدهم مع بعض. ادي 1 2 3 4 5 6 7 مربعات. العمود الاخير ده مش هنشتغل فيه. اول حاجة هنعملها بعد كده هنشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وهلف الخيط على الابرة لفتين، وهاجي هنا عند اول عمود بلفتين عندي وهعمل عمود بلفتين كمان. هلف الخيط تاني لفتين وهعمل في العمود التاني عمود فوقيه كمان بلفتين. بعديها هشتغل 5 سلاسل وهلف الخيط على الابرة لفتين، وهبدأ اشتغل بين كل فوق كل عمود بلفتين عمود بلفتين، وبين كل مجموعة والتانية 5 سلاسل. يعني دلوقتي انا هعمل 5 سلاسل والف الخيط وهشتغل عمود بلفتين، الف الخيط واشتغل عمود بلفتين كمان. بعديها 1 2 3 4 5 اشتغل عمود بلفتين وهعمل عمودين بلفتين فوق العمودين اللي موجودين معايا. 1 2 3 4 5 وهنشتغل فوق العمودين عمودين. بعديها 1 2 3 4 5 هنيجي هنا هنلف الخيط لفة واحدة بعد ما خلصت كل العواميد اللي بلفتين. 1 2 3 4 5 بعد ما اشتغلت 5 سلاسل مش هشتغل في اول عمود هيقابلني، هشتغل في تاني عمود عمود بلفة واحدة.
وهبدأ اعمل سلسلتين وعمود فوق العمود واشكل السبع عواميد. نفس الجزء اللي اشتغلناه هنا هنشتغله هنا، وهكذا لحد اخر السطر. كده خلصنا السطر ال56. هنبتدي السطر ال57. اول حاجة هنمشي بمنزلقات. بعد ما قفلنا السطر بمنزلقة هنمشي في الاتنين سلسلة بمنزلقة، علشان احنا هنا عايزين نعمل تناقص لحد ما نوصل للعمود. وصلنا لراس العمود هنشتغل 5 سلاسل، وهاجي هلف الخيط على الابرة واشتغل 5 مربعات. 1 سلسلتين وننزل بعمود، ادي 2 سلسلتين وننزل بعمود، ادي 3 سلسلتين ننزل 4 سلسلتين، وهنيجي هنا 5. طيب احنا هنا مش هشتغل في اخر عمود موجود معانا، بعديها هشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، وهاجي الف الخيط على الابرة لفتين علشان اشتغل عمود بلفتين في العمودين اللي موجودين هنا. هشتغل عمود فوق العمود، ادي اول عمود، ولفتين تاني ونشتغل تاني عمود، يبقى 2 عمود بلفتين فوق الاتنين عمود اللي احنا عاملينهم قبل كده. طيب الانتقال من هنا لهنا هيكونوا 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، ونلف الخيط على الابرة لفتين، ونيجي هنا نشتغل 2 عمود بلفتين فوق الاتنين عمود بلفتين، ونكمل 1 2 3 4 5 6، ونيجي هنا 2 عمود كمان، كلها عواميد بلفتين. في العواميد دي الجزء ده كلها عواميد بلفتين. 1 2 3 4 5 6، نلف الخيط مرتين، نشتغل 2 عمود بلفتين. بعديها هشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، والف الخيط على الابرة واشتغل اخر عمودين معايا في الجزئية دي. نلف الخيط مرتين ونشتغل عمود بلفتين. طيب بعديها هنشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، ونلف الخيط على الابرة مرة واحدة. مش هننزل في اول عمود عشان احنا عملنا تناقص، هننزل في تاني عمود وهنشتغل عمود بلفة واحدة، ونبدأ هنا نشتغل 5 مربعات ونقف لحد العمود ده، ما نشتغلش في اخر واحد، وهكذا تكرار كل السطر لحد اخر السطر. يبقى هنا اشتغلنا 5 مربعات، عملنا 2 منزلقة واشتغلنا تناقص عشان نقلل في عدد المربعات. هنعمل 6 سلاسل 2 عمود بلفتين، 6 سلاسل 2 عمود بلفتين، وهكذا. وننزل هنا نعمل تناقص تاني ونشتغل 5 مربعات. خلاص كده خلصت السطر 57. هنبتدي السطر 58 زي كل مرة، قفلت بمنزلقة. بعديها هنشتغل هنا مع بعض عشان نعمل تناقص في المربعات. هنعمل منزلقات في الاتنين سلسلة. بعديها نيجي هنا عند العمود وهنعمل منزلقة. بعديها هنشتغل 5 سلاسل 3 4 5، ونيجي نعمل عمود فوق العمود. بعديها 1 2 سلسلتين وهنعمل مربع كمان، سلسلتين وهنعمل مربع كمان. يبقى احنا في الجزئية دي هنسيب المربع ده زي ما عملنا منزلقات وسيبنا المربع ده، يبقى النتيجة معانا 3 مربعات. بعديها هشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، والف الخيط على الابرة لفتين، وهعمل عمود بلفتين فوق العمود، اول عمود هنا معايا، ادي عمود بلفتين. بعديها انا مش هشتغل بقى العمود التاني على طول زي الادوار اللي فاتت، لا المرة دي انا هبدأ اعمل بين كل عمود والتاني 4 سلاسل، 4 سلاسل، والف الخيط على الابرة لفتين، وانزل في العمود التاني واعمل
عمود. بعديها هعمل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، والف الخيط على الابرة مرتين وانزل هنا عند اول عمود واشتغل عمود بلفتين. بعديها هنعمل 4 سلاسل وهلف الخيط على الابرة مرتين وانزل في تاني عمود واعمل عمود بلفتين، وهكمل السطر بنفس الطريقة 6 سلاسل وبعديها لف الخيط على الابرة مرتين ونعمل عمود بلفتين، وبين كل عمود وعمود 4 سلاسل. هنخلص الجزئية دي كلها بنفس الطريقة. نظبط العمود، بعديها 6 سلاسل، نلف نروح عند اول عمود ونعمل عمود بلفتين، 4 سلاسل، نلف نعمل العمود التاني، بعديها 6 سلاسل، نلف الخيط ونعمل عمود بلفتين، 4 سلاسل، بعديها نعمل عمود بلفتين. كده تمام، ده الجزئية كلها. بعديها هنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، ونلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، ونيجي هنا ما ننزلش في أول عمود عشان عايزين نعمل تناقص في المربعات، ننزل في تاني عمود ونعمل أول عمود معانا ونشتغل 3 مربعات زي ما اشتغلنا في الجزء الأول. ادي تاني مربع، تالت مربع، والمربع الأخير مش هشتغل فيه، هشتغل 6 سلاسل وهبدأ ألف الخيط على الإبرة وأعمل عمود بلفتين وأبدأ أكرر كل الجزء ده تاني. يبقى السطر ده كله عبارة عن 3 مربعات، 6 سلاسل، عمود بلفتين، 4 سلاسل، عمود بلفتين، وهكذا تكرار. وباجي هنا أعمل تناقص في المربعات عشان يكون معايا 3 مربعات. كده خلصت السطر ال58 وقفلت المنزلقة. هنبتدي السطر ال59. اول حاجة هنعمل تناقص كمان، هنمشي في السلاسل بتاعة اول مربع وهنعمل منزلقة، وهنيجي في تاني سلسلة وهنعمل منزلقة كمان، نيجي هنا في العمود ونعمل منزلقة. يبقى هنبتدي السطر بتاعنا من تاني عمود. بعديها هنشتغل 6 سلاسل، 3 4 5، بعديها هشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واجي هنا عند اول عمود وهعمل عمود فوق العمود والتناقص من المربع التاني. يبقى احنا خلاص اتبقى معانا في كل السطر مربع واحد بس. بعديها هنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهنيجي هنا في الحرف الفي اللي احنا عملناه وهنشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. ادي 1 2 3 4 وادي 5. بعد ما عملنا ال5 عواميد هنشتغل 3 سلاسل ونيجي هنا في ال6 سلاسل اللي موجودين بين حرف الفي والتاني وهنشتغل غرزة حشو. بعديها هنعمل 3 سلاسل كمان ونيجي هنا في حرف الفي هنشتغل 5 عواميد بلف. 1 2 3 4 5، وهنكرر اللي احنا عملناه هنا تاني. يعني هنشتغل 3 سلاسل، نيجي نعمل غرزة حشو، بعديها نعمل 3 سلاسل ونشتغل في حرف الفي 5 عواميد بلف. هنكرر كل ده في الجزئية كلها. كل في هنشتغل فيها 5 عواميد بلفة واحدة.
والست سلاسل هنشتغل 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل. انا هي دلوقتي عملت ال5 عواميد، هاجي هنا عملت ال3 سلاسل، هنزل هنا بغرزة حشو، بعديها 3 سلاسل، بعدين نيجي هنا في حرف الفي ونشتغل 5 عواميد بلفة واحدة. ادي 2 3 4 وادي 5، بعديها 3 سلاسل 1 2 3 وننزل بغرزة حشو، بعديها نبدأ نرتفع تاني ب3 سلاسل ونشتغل في حرف الفي، هنشتغل 5 عواميد. خلاص انا هنا وصلت لاخر جزئية عملت فيها 5 عواميد، بعديها هنشتغل 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6. والجزئية دي هنعمل فيها التناقص، يعني اول مربع مش هشتغل فيه ولا تالت مربع هشتغل فيه. يعني انا هلف الخيط هنا واجي هنا عند تاني عمود هيقابلني وهعمل عمود بلفة، بعديها هشتغل سلسلتين واجي هنا عند تاني ضلع من المربع اللي في النص وهعمل عمود فوق العمود. يبقى هنا بقى معايا مربع واحد، بعديها هشتغل 6 سلاسل وهبدأ اروح على طول على حرف الفي وهكمل 5 عواميد على طول في حرف الفي، في حرف الفي هنا معانا، وهنبدأ نكرر الشغل بتاعنا. يبقى بدأنا بسلسلتين تناقص هنا عشان نشيل اول مربع مش نشتغل فيه، 5 سلاسل وكونا اول مربع 6 سلاسل، وبدأنا نشتغل في كل حرف في معانا 5 عواميد بلفة، وبين كل في والتانية والخمس عواميد بنعمل 3 سلاسل غرزة حشو 3 سلاسل، ونيجي عملنا هنا 6 سلاسل وتناقص 6 سلاسل. هنكمل السطر كله بنفس الطريقة. كده خلصنا السطر 59. هنبتدي السطر 60 وهو السطر اللي قبل الاخير. اول حاجة احنا هنا قفلنا بمنزلقة زي كل مرة، تمام. بس انا هنا عايزة ابتدي الشغل بتاعي، انا هاخد سلسلة وهشتغل هنا غرزة حشو في منتصف السلسلتين المربع اللي موجود عندي، بعديها هشتغل 9 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واجي الف الخيط على الابرة واجي هنا عند ال5 عواميد وهعمل لهم تجميعة عواميد. يعني اول عمود هاخده ومش هكمله، وادي التاني والتالت، ادي 4 وادي 5، ونلف كله ونسحبه في غرزة واحدة. بعديها هتنقل من هنا لهنا بنفس اعمل التجميع هنا بس ب12 سلسلة، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 بس معانا. هلف الخيط على الابرة وهاجي هنا هعمل تجميعة العواميد التانية، دي 1 2 3 4 5 عواميد كلهم خدناهم هنا، ونلف الخيط كده عملنا تجميعة العواميد التانية. طيب الانتقال من كل واحدة للتانية هيكونوا 12. البداية هنا بس هما اللي معانا 9. هكرر الجزئية دي كلها بنفس الطريقة، 12 سلسلة تجميعة 12 سلسلة تجميعة لحد ما نوصل لاخر واحدة وبعديها نكمل. انا هنا عملت 9 غرزة الحشو 9 سلاسل، وبعديها التجميعة عملت 12 سلسلة كام مرة، 1 2 3 4، اخر واحدة معايا تجميعة. بعديها اخر جزئية هنا قبل غرزة الحشو وبعد غرزة الحشو، المنطقة دي اللي بيكون فيها بس هما 9 سلاسل، وال12 سلسلة احنا بنعملهم 4 مرات بس. يعني دلوقتي انا هعمل 9 سلاسل 4 5 6 7
9 واجي هنا في منتصف المربع اخر مربع معايا وهعمل غرزة حشو. بعديها ارتفع 9 سلاسل كمان، وهاجي اعمل تجميعة العواميد بتاعتي. واكمل بقية الجزئية كلها ب12 سلسلة، وبعدين ارجع هنا 9 سلاسل غرزة حشو، 9 سلاسل، وهكذا لحد اخر السطر. خلاص وصلنا للسطر الاخير، السطر 61. اخر حاجة هنشتغلها هنعمل هنا، طبعا احنا عملنا منزلقة في غرزة الحشو اللي كنا بادئين بيها. بعد كده انا هبدأ اتجه لهنا وهعمل غرزة حشو في ال9 سلاسل دول، وهبدأ اعمل سلسلتين وانزل بغرزة حشو، سلسلتين وانزل بغرزة حشو، سلسلتين وانزل بغرزة حشو، سلسلتين وهنزل بغرزة حشو. يبقى كررتها كم مرة؟ 1 2 3 4 4 مرات. طيب انا هنا هتنقل للجزء الجديد بان انا هعمل سلسلتين، يعني ال5 هتكون مشتركة بين الاتنين، وهبدأ اعمل هنا 6 من الوحدات اللي موجودة معايا. يعني ادي 1 2 3 4 5 6. عملت 6 واحدة مشتركة ودول 6. بعديها هشتغل سلسلتين مشتركة بين الاتنين، وهبدأ اكمل 6 6 6، وفي مشتركة هنا بتكمل عدد 7. هنشتغل كل السطر بنفس الطريقة، وعند الجزئية دي بنشتغل هنا 4 وهنا 4 بس. خلاص هنا اشتغلنا ادي 1 2 3 4 5 6. هنا رقم عملنا سلسلتين، ورقم 7 بتكون مشتركة بين الجزء الاول والتاني. هنشتغل دلوقتي ادي 1 2 3 4 5 6، وزي ما قلنا 7 بتكون مشتركة بين الاتنين. اخر جزئية معانا هنا هنشتغل فيها 4 وحدات. ادي 1 4. بعديها هنكون هنا وصلنا لغرزة الحشو، هنعمل فيها منزلقة. خلاص كده وصلنا لاخر جزء من المفرش. كده خلصنا المفرش كله. هنيجي دلوقتي لمرحلة الكوي. زي ما احنا متفقين في كل مفرش ان انا بحب دايما اكوي المفارش بتاعتي علشان شكلها يبان اكتر. طالما هي كمان خيط قطن فاحنا بنكويها دايما على الظهر. هنكوي المفرش وهنعرض لكم الصور بتاعته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنونا ان شاء الله فيديو جديد ومفرش جديد على قناة SG هاند ميد. شكرا لمتابعتكم.